شوية دردشة مع الشيف شادي هشام. يا أهلا بيكم النهاردة في معلومة جديدة مع حضراتكم. هنتكلم النهاردة بالتفصيل عن الكيكة. الكيكة أكتر حاجة ناس كتير جدا بتغلط فيها، وأنا منهم أوقات. الموضوع مش إنك شاطرة أو لأ، الموضوع توقيت وتسوية وفهم الحكاية ماشية إزاي. الكيكة دي كأنها مزاج الفرن نفسه، لو دلعتيها دلعتك، ولو استعجلتي عليها تزعل وتقوم هابطة زي قاعدة من غير قهوة. تعالي نرتب الحكاية بهدوء كده ونفهمها صح. أولاً، سر تسوية الكيكة. الفرن هو المدير. 1. ما تفتحيش الفرن بدري. أول 20 دقيقة في التسوية دول وقت مقدس. لو كشفتي عليهم قبلهم، الكيكة هتهبط منك فوراً، لأنها لسه بتتمدد وبتاخد نفسها. وأنا بكلمك أهو، لو أنا النهاردة كشفت عليها في وقت غير مظبوط هتهبط مني. يبقى أول قاعدة الصبر. 2. التسخين المسبق. لازم الفرن يسخن قبلها ب3 ساعة أو نص ساعة. درجة الحرارة تكون 180 ثابتة. ما ينفعش أقول هسويها على 180 وأسخن على 250 وبعدين أوطي. لا، أسخن الفرن الأول داير ما يدور كله يكون متظبط على 180 قبلها ب3 ساعة تقريباً، ويبقى قريب جداً من وقت تسوية الكيكة نفسها. يعني الفرن مستقر، والكيكة تدخل على حرارة مستقرة، مش تدخل على صدمة حرارة. وبعد كده أقفل عليها وأبص عليها من الإزازة، وأبقى مظبط وقتي كويس جدا. 3. أعرف إنها استوت إزاي؟ أجيب سكينة صغيرة، أغرزها في النص، أطلع أبص عليها. لو طلع معايا حتة عجينة يبقى لسه ما استوتش. لو طلعت السكينة فاضية خالص يبقى الكيكة ناجحة واستوت وخرجت تسوية مظبوطة. بصي عليها من الإزازة وخليكي صبورة، الكيكة بتحب النفس الطويل. ثانياً، الكريم شانتيه. الفوم العالي سره في برودة. ناس كتير بتقول عادي نحطه في أي مية وخلاص. لا، المية الصح والمظبوط تكون ساقعة جدا، ويفضل فيها تلج، عشان يطلع معاكي فريش وفوم عالي. الفوم هيجي منين؟ من الخفق الدائم، الضرب الكتير، السرعة المنتظمة. لو عندك مضرب كهرباء يبقى أكيد أفضل بكتير. لو ما عندكيش، هاتي طبق وحطي تحته فوطة مبلولة عشان يثبت، وثبتي إيدك واشتغلي في اتجاه واحد. اللخبطة في الاتجاهات بتكسر الفوم وبتعمل فراغات ومديش النتيجة اللي انت عايزاها. بعد ما يجهز يتحط في القرطاس ويدخل التلاجة لحد ما تحتاجيه، ما يتسابش بره عشان ما يهبطش. لحظة مهمة جدا، الكريم شانتيه ما يدخلش الفرن، يتحط على الكيكة بعد ما تستوي وتبرد خالص. لو دخل الفرن هيسيح ومش هيديك الشكل اللي انت عايزاه. الكيكة مش مجرد مقادير، دي معادلة حرارة زائد وقت زائد هدوء أعصاب. لما التلاتة يتظبطوا النتيجة تبقى تحفة بجد. وبالهنا والشفا. وما تنساش تصلي على الحبيب، واستنوني في فيديو جديد في شوية دردشة مع الشيف شادي هشام.